التوفيق على بيد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. انا نشكر الوالدين تاوعي والاقارب تاوعي وناس السوق تيارت اهل الجزائر العرب كومبلي لهم يدعوا لي من بعيد ويرسلوا لي لي ميساج ملاح. الحمد لله. بلغ الجزائري جمال سجاتي نهائي سباق 800 متر الجمعة في منافسات ألعاب القوى ضمن أولمبياد باريس 2024، فيما أخفق مواطنه محمد علي قوند وانتهى مشواره عند الدور نصف النهائي. وتصدر سجاتي ابن 52 عاما الحائز على الفضية في مونديال 2022 في يوجين المجموعة الأولى من الدور نصف النهائي بعدما سجل 1:4:5:06 دقيقة، متقدما على البوتسواني تشيبيسو ماساليل المتأهل معه عن هذه المجموعة. ويحضر سجاتي إلى باريس مكللا بإنجازات عديدة في لقاءات وبطولات عالمية في سباق 800 متر. حطم الرقم الوطني لتوفيق مخلوفي في لقاء باريس الماسي مسجلا 1:4:1:5:6 دقيقة، وأصبح ثالث أسرع رجل في تاريخ السباق بعد الكيني ديفيد روديشا 1:4:9:0 والدنماركي ويلسون كيبكيتير 1:4:1:1. بعدها ب5 أيام في لقاء موناكو الماسي حقق فوزا ثانيا لافتا وحسن رقمه مسجلا 1:4:1:4:6 دل. وبعدما حجز مقعده في نصف النهائي عبر الدور الاستدراكي، انتهى مشوار قوند الجمعة بإنهائه مجموعته الثانية في المركز الثامن الأخير بعدما سجل 1:4:6:5:2 دقيقة. ويتأهل إلى النهائي صاحب المركزين الأولين في كل من المجموعات الثلاث، إضافة إلى صاحبي أفضل زمنين من بعد المتأهلين الستة. ويقام النهائي السبت من دون حامل اللقب الكيني إيمانويل كورير الذي فشل حتى في التأهل إلى ألعاب باريس بعدما أخفق في تجارب انتقاء منتخب بلاده إلى النسخة 33 من الألعاب الصيفية. وسيمثل كينيا في النهائي إيمانويل وانيوني الذي تصدر مجموعته الثالثة في نصف النهائي أمام الأمريكي برايس هوبيل، فيما أخفق مواطنه وايكليف كينيامال بحلوله ثالثا في المجموعة الثانية خلف المتأهلين الكندي ماركو أروبي والفرنسي غابرييل تيوال. وكان البريطاني ماكس بورغين والإسباني من أصل مغربي محمد العطاوي المتأهلين كصاحبي أفضل زمنين في المجموعات الثلاث. وتتصدر الولايات المتحدة سجل ذهبيات هذا السباق ب8 ميداليات أمام كينيا 6 وبريطانيا 6، لكن فوزها الأخير يعود إلى 1972 في ميونخ عبر دايف واتل، فيما ذهبت الألقاب الأربعة الأخيرة لصالح كينيا.